السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. نداء لكل إنسان: هل تعلم أن هناك شرور كثيرات تحدق بك من كل جانب، تحيط بك من كل جهة؟ هل تعلم أن الشرور في هذا العالم كثيرة؟ هل تعلم أن هناك شر من الممكن أن يصيب الإنسان من مرض، من ألم، من حشرة، من حيوان، من أمور غيبية لا يعلمها؟ هناك شرور كثيرة في هذا الكون. لما خلق الله هذا المخلوق المسمى بالإنسان جعل له أعداء، وجعل له مصائب كثيرة جدا تحدق به من كل جانب، وهذه المصائب جعل الله تبارك وتعالى لها مصدات. هذه المصدات من شأنها أن تحيط بالإنسان وتمنعه، ومن هنا كانت هناك كتيبة من الملائكة قد لا يعلمها الكثيرون. هل تعلم شيئا عن مجموعة من الملائكة اسمهم المعقبات؟ نعم، المعقبات هي مجموعة من الملائكة تحيط بالإنسان من كل جهة. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي ملائكة تعمل على حفظه وعلى صيانته. ما هي حكاية هذه المعقبات وبما تفيدنا؟ هذا ما سنعرفه من خلال المعاني التي وردت في هذا الدعاء، ثم نرجع إلى كل مبتلى وكل مريض وكل مصاب لنؤمن ونشرح ونفهم. فإلى هذا الدعاء ببركة رب الأرض والسماء. بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء فيك، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آمين. شفاء لكل مريض، نجاة لكل مصاب، دواء لكل معلول. اللهم آمين. رحمة من عندك ترفع بها أقدارنا وتغفر بها ذنوبنا. لا تدع لنا مريضا يا ربنا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا غائبا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ولدا إلا هديته، ولا ولدا إلا وفقته، ولا ولدا إلا أنجيته، ولا ولدا إلا من رفاق السوء أنجيته، ولا والدا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مذنبا إلا سترته، ولا عملا إلا باركته، ولا دعاء إلا سمعته، ولا حاجة لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا ويسرتها وأعنتنا عليها بلطفك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين، يا خير من دعي ويا خير من أجاب، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. الدعاء إلى الله لا يشبع منه العقلاء. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.
إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لم يقل إن الذين يستكبرون عن دعائي. وعلى هذا كل دعاء تدعو به الله إنما هو عبادة منفصلة، عبادة لله تبارك وتعالى. فإلى كل إنسان مبتلى، وإلى كل إنسان مصاب، وإلى كل من يعاني ألما نفسيا أو هما ذاتيا أو مرضا بدنيا، أدعوه بأن يدعو الله سبحانه وتعالى بذلك الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه، وكان الأنبياء يدعونه، وكان الصالحون دائما يتقربون به إلى الله تبارك وتعالى. انظر إلى الدعاء: بسم الله أرقيك، رقية طيبة. إيه اللي هيحصل؟ أنا بقول لكل أم ترقي ابنها بهذه الرقية، بقول لكل زوجة ترقي زوجها، بقول كل ابن يرقي والديه: بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك، والله يشفيك من كل داء فيك. شوف الجمال والسلاسة بتاعة الدعاء: بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك، يعني بركة رقية البسملة ببسم الله سبحانه وتعالى، والله يشفيك من كل داء فيك. يعني الدعاء في نوع من السجع الغريب جدا في الحروف، التزمت الحروف فيه بحركة من حركات السكينة التي تناغمت مع مخرج الكاف الرقيق الذي يهمس به العبد لله سبحانه وتعالى: بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك، والله يشفيك من كل داء فيك، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. يعني من شر الحسد ومن شر السحر، من شر النفاثات في العقد، يعني من شر أي سحر. خدوا بالكم السحر ده أمر موجود يعني كنوع من الأمراض، وخدوا بالكم إنه الرقية هنا لكل الأمراض بما فيها السحر نفسه. فالسحر نوع من الأمراض. إيه السحر دوت؟ هو عبارة عن التخيل، علشان ما تحصلكش تخيلات غير طبيعية. اوعى تفتكر ان الساحر يقدر يحرك حاجة عن مكانها، يقدر يقلب حاجة عن شكلها، انما بيخلي الانسان المسحور يتخيل امور لا حقيقة لها. طب نخلص منها ازاي؟ ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. انا بقى في رأيي ان الحسد اخطر من السحر، لانه الحسد بيتلف النعمة، انما السحر بيؤجل الانتفاع بالنعمة. يعني لو واحد مسحور بيتخيل حاجات لا حقيقة لها، لما يزول السحر بيرجع لحالته الطبيعية مرة تانية. إنما الحسد يدخل الرجل القبر ويدخل الجمل القدر. الحسد لو كان لشيء أن يسبق القدر لسبقته العين. الحسد أمر خطير. إنما مشكلة الحسد إنه محدش يستطيع إن يقول ده فلان حساد وفلان، زي ما بعض الناس الجهلاء يقولك إيه، أصل ده وحش، أصل ده عينه سيئة. مفيش حاجة كده يا جماعة، ده ممكن الإنسان نفسه هو اللي يحسد روحه. في سورة الكهف الراجل صاحب الجنتين عمل ايه؟ قال وما اظن الساعة قائمة ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا. وينقل بقى معاه على النقطة الخطيرة جدا اللي أنا عاوز ألفت نظركم ليها. بيقول له: أنت بتحسد نفسك، علشان ما تحسدش نفسك تقف قدام المرآة برك على نفسك، قول بارك الله لي فيما رزقني، الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الواحد يقول: إيه الشياكة اللي أنا فيها دي؟ إيه الجمال اللي أنا فيه ده؟ إيه العربية اللطيفة اللي أنا راكبها دي؟ إيه البيت؟ يا عم اتصرف زي ما الراجل دلوا عليه وقال له إيه؟ شوف القرآن قال إيه: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا إلى آخر الآيات. يعني هو ده الصديق بقى اللي بينصح صاحبه. يعني شوف أنت لما تلقى واحد صاحبك ناسي نفسه، قول له: يا أخي قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يبارك لك فيما تملك وخلافه. يعني فعلا إيه؟ ومن شر حاسد إذا حسد. أنت حتى بتلاحظها. أقول لك على حاجة، أكيد أنت حافظ قل أعوذ برب الفلق. أنا عاوزك تراجع كده معايا، هتلاقي قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد. سمعت سيرة حاجة غير طبيعية في الآيات. طبعا كل اللي اتقال في الآيات كلها أمور غيبية. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، الفلق بيفلق الليل والنهار، من شر ما خلق حاجات يا ترى من شر ما خلق الخلق هيجيب لي الأذى منين؟ أنا معرفش. ومن شر غاسق إذا وقب يعني الليل إذا دخل، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. تخيل أن ربنا أوجد كل هذه المخلوقات وليها شر، فيها شر مؤذي. الشر دوت مين اللي هينجيك منه؟ اللي خلقها. أنا مالي ومال الموضوع ده. علشان كده سلم أمرك لله
وسلم أمرك لسيدك سبحانه وتعالى. وده سبب الدعاء اللي احنا لسه بندعيه: ومن شر حاسد حسد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. رب العرش العظيم ده أنت استجمعت كل قوة المقدرة الإلهية في الدعاء وتوجهت به إلى الله بالشفاء. أن يشفيك. أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة، الهوام التي تسير في الأرض، ومن كل عين لامة، أي عين حاسدة ومؤذية. يا أخي والله الدعاء جميل. تعال نترقى إلى الله بالدعاء، تعال نبتهل إلى الله بالرجاء. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء فيك، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.